الكونتنت رايتنج والكوبي رايتنج بتسمعوا، لو حد كان مهتم بالمجال بتسمعوا عن الموضوع ده. كاتب المحتوى بيكتب الاثنين. فالكونتنت رايتنج محتوى هدفه افاده الجمهور، يقدم فاليو، فده هدفه. ده ممكن يكون اطول نسبيا ليه؟ لان انت اوريدي بتشرح حاجه، فالجمهور لما انت بتفيده بيبقى عنده يعني قابليه شويه ان هو يقرا او يكمل فيديو اطول شويه. بس كده محتوى السوشيال ميديا ما ينفعش يبقى طويل للدرجه. هل انت كاتب محتوى وعلامه تجاريه هتفضل طول الوقت تقدم كونتنت رايتنج اللي بتفيد الجمهور؟ احنا متفقين من الاول ان احنا داخلين نعمل ايه؟ برافو عليكي، داخلين نحقق المبيعات. فده معناه ان انت بتوصل لمرحله اللي هي الجمهور بيكون فيها ليد، وهو عميل مهتم، هو بيفكر وبعد يسالني كذا مره ومتابعني. فهنا الجمهور في المرحله دي جاهز ان انا انزل له حاجه اسمها كوبي رايتنج. هنا بقى ده محتوى هدفه البيع. يبقى الكوبي رايتنج محتوى هدفه ان الجمهور ياخد اكشن. اقول له بقى تعالى اشتري، احجز، اشترك. والكوبي رايتنج لازم يبقى قصير. وببساطه شديده كل اللي احنا قلناه ان الفرق بينهم ان الكونتنت رايتنج بيقدم منفعه وقيمه وبيعلم الجمهور حاجه وبيخلي عنده ولاء من غير ما يقول له تعالى اشتري. الكوبي رايتنج خلاص هو اهلك لده، خلاص من حقي بقى، انا اصلا بزنس، انا داخل حق مبيعات، فبقول لك تعالى اشتري.